هلو جيرليز، ويلكم تو شيماء دايريز. وحشتوني من الاسبوع اللي فات. معلش مغيره لكم السيت اب، بس مش قادره اقعد على الارض. تعبانه شويه. وقلت لا، مش هاخر عليكم حلقه يوم الجمعه والسلو مورنينج بتاعنا، وان انتوا تسمعوا الحلقه يوم الجمعه الصبح وانتوا بتشربوا كده الكوفي بتاعتكم بروقان. والنهارده هتكلم معاكم عن موضوع كان نفسي اتكلم فيه من زمان جدا، وهو ازاي نختار الشخص الصح، وعن الجواز، وعن مواضيع كتيرة قوي كنت حابة ان انا اوبن واتكلم فيها معاكم. اولا هتكلم معاكم في شوية بوينتس كده في الاول، انه قبل ما نفكر ازاي نختار الشخص الصح وكل الكلام ده، لازم نفكر ازاي نختار نفسنا. لازم نفكر ازاي ان احنا نبقى بنحب نفسنا قبل ما بنحب اي حد. لازم نشوف نبقى اكتشفنا احنا نفسنا. آم، عايزاكي تعرفي ان الجواز مش كل حاجة. وبجد انا نفسي امشي ورا بنت بتقولي كده، ان هي اتأخرت في الجواز، ولا ان الجواز كل حاجة. اقول لها والله العظيم الجواز مش كل حاجة، واقول لها انه مش فايتك حاجة، واقول لها انه مفيش حاجة اسمها القطر هيفوتك. ولو ربنا اراد ان القطر يفوتك، في رأيي احسن ما القطر يدوسك. يعني ربنا ممكن ما يكونش اراد لبنت انها تتجوز، ماشي، فعشان ربنا بعد عنها شر معين، او ان البنت دي لو كانت اتجوزت كانت ممكن تتعرض لحاجات كتيرة قوي في الجواز وحشة. لان بجد انا كشيماء بقول لنفسي انه بحمد ربنا على حاجات قبل كده انا كنت بدعي فيها قبل ما اتجوز. الحمد لله انها ما كملتش، لانه بشوف دلوقتي ازاي ربنا منع عني شر وربنا عوضني بالخير. بس انا مش عايزه ارفلكت بده على نفسي انا بس، انا عايزه ارفلكت ده عليكم. عايزاكم تعرفوا انه بجد الجواز مش كل حاجة. بجد فكرة في بنات مهووسة بفكرة الجواز، مهووسة في ان هي تبقى مع راجل. في بنات فاكرة ان الراجل لما هيجي هيحقق لها كل حاجة في حياتها، وان الراجل ده هو المصباح السحري، وان هو هيبقى الاي تي ام، وهو هيبقى كل حاجة. هيحقق لها كل حاجة في حياتها، هيسفرها ويجيب لها اللي هي عايزاه، وهينقذها من بيت أهلها وهيعمل لها كل حاجة في الدنيا. ده مش صح، لأنه آم، احنا بنتجوز عشان نبقى حياة مع بعض مشاركة. لو الراجل اللي معانا عمل ده فالحمد لله كتر خيره، احنا ربنا رزقنا براجل في الماسكلين. بس لو احنا فضلنا موقفين حياتنا، او في طاقة الذكورة، لو احنا فضلنا موقفين حياتنا وما بنعملش اي حاجه، ما بنجيبش اللي نفسنا فيه، ما بنتعلمش الحاجات اللي نفسنا فيها، ما بنروحش نسافر الحتت اللي نفسنا نسافرها، مش بن اكسبيرينس حاجات كان نفسنا نعملها، عشان احنا مستنيين الراجل يعمل لنا كل الحاجات دي، فعزيزتي ده مش هيحصل. ده مش هيحصل. الراجل مش المصباح السحري، ولا الراجل هو اللي هيجي يحقق لي كل حاجة، وهو اللي هيجي ينقذني من بيت أهلي. أنا عارفة إن بنات كتير قوي بتتعرض لحاجات كتير في بيت أهلها، أو في بيئات مش بتسمح لها إن هي تعمل حاجات كتير، وظروفها ما تسمحش إنها تعمل حاجات كتير. أنا عارفة ده كويس قوي. بس اعرفي إنه مش لازم تستني راجل عشان يطلعك من الظروف ده، يعني او الظروف دي. مش لازم تستني ان راجل هو اللي يخليكي احسن، اللي هو اللي يصرف عليكي، اللي هو اللي يسفرك، اللي هو اللي يعمل لك. ما تكبريش فكرة. يعني في بنات بتقولي اصل الاحتياج العاطفي. انا بحس ان الفكرة دي يعني الاحتياج العاطفي ده مشكلة، ان احنا مش عارفين نقعد مع نفسنا الاول. يعني مش عارفين ان احنا نبقى نبقى مش وحيدين مع نفسنا. يعني بستغرب ازاي بنت بتقعد تقولي مثلا ما تعرفش تنزل تتغدى لوحدها، ما تعرفش ان هي تنزل مثلا تلعب حاجه لوحدها او تعمل حاجه لوحدها. بجد كل ما بتحبي نفسك، كل ما بتعودي ان انت تاخدي نفسك تنزليها، تاخديها في ديت، تقولي انا هاخد نفسي نروح نشرب كوبايه قهوه حلوه، هروح اتغدى انا غدوه في المكان اللي انا عايزه اروحه. مش هستنى حد من صحابي، مش هستنى حد يوديني المكان ده، انا هروح واتغدى وافسح نفسي وامتع نفسي بالحاجات دي. وده يجيلنا انه بنات كتير بتختار غلط، وبتقع في علاقات غلط وعلاقات مؤذية بسبب ده. بسبب ان هي هتموت على فكرة ان يبقى في راجل في حياتها. هي مستنية انه يبقى في راجل في حياتها هو المنقذ، هو اللي يعمل لها كل حاجة. فبتتنازل عن حاجات كتيرة جدا، وبتلاقي ان هي اختارت شخص غلط، وبتكمل تقول عشان انا بحبه. و بس يعني خدوا الكلام ده من اختكم الكبيرة.
تمام؟ يعني بجد خدوا الكلام ده من اختكم الكبيره، انا مش جايه هنا انظر عليكم، انا بقول لكم الكلام ده عن تجربه وعن كل حاجه، انه الحب بجد مش كل حاجه خالص، ولا القصص اللي هي كده دي اللي احنا كنا صغيرين وكبرنا مع بعض والكلام ده. آه انت مضطره تكملي مع حد انت عشان خاطر الحب بس. انت مش مضطره تكملي مع حد عشان خاطر الحب بس، ولا مضطره انك تقولي اصل انا لازم ابقى جدعه واقف جنبه ونبني بعض ومش عارف ايه وتزقي في حيطه وهو مش عايز يتزق. ده مش دورك، ده مش دورك اطلاقا. لو الراجل اللي معاكي هو طموح، هو ناجح، هو انت شايفاه بيسعى، يبقى دورك انك تقفي جنبه وتكبريه. تكبريه دي تكبريه ايموشنالي، مش تكبريه ان انا اطلع من جيبي واصرف على الراجل ده، او اطلع او اقعد بقى ادور له على شغل او اكلم له مش عارف مين. ما بنعملش كده. ده دور الراجل. يعني ده دور الراجل، دور الراجل ان هو اللي يدور على شغل، دور الراجل اللي هو اللي يسعى. امال الرجاله اللي بتاخد اكتر مننا في الميراث؟ يعني دور الراجل منذ ان بدأ الخلق كان هو اللي بيروح يصطاد في الكهف ويجيب الصيدة للأنثى اللي معاه. ف... فانا دوري ان انا اقف جنبه ايموشنالي، اسبورت هيم في احلامه، ان انا ادعمه في اللي هو بيحلم بيه، ادعمه في اللي هو عايز يبقى، لكن مش دوري ان انا ازق الشخص ده. فانا مش جايه اتكلم معاكم برضو النهارده في نقط 1 2 3 وتشيك بوينتس، ده فارس الاحلام ده اللي تختاريه صح. لا، انا بجد بجد جايه اتكلم معاكم كده فضفضه لاختكم الكبيره. في رأيي واحدة من أهم الحاجات اللي الراجل لازم يكون عليها إن هو يبقى طموح، وإن هو يبقى بيسعى، وإن هو يبقى عايز يكبر في شغله، وإن هو يبقى بيفكر في الشغل كتير قوي. وما تزعليش مني، أي بنت ما عندهاش النضج الكفاية إنها تقول أصل هو طول الوقت بيشتغل وإن هو مش بيكلمني وأنا عايزاه يكلمني طول النهار، يبقى البنت دي مش ناضجة كفاية. لانه لو هو بيشتغل طول النهار وهو بيسعى وهو مهتم بشغله، فده راجل in his masculine بيسعى ان هو يعمل ده عشان يوفر لك حياة احسن، وبيسعى ان هو يعمل لك ده عشان تبقي انت احسن، وعشان بيتك، وعشان بعد كده لو انتوا عندكم اولاد وكل، وعشان مثلا لو مخطوبين التجهيزات والحاجات اللي بتبقى على الرجاله وكل الكلام ده. لكن ما يبقاش انت عقلك صغير انه لا اصل انا لازم يكلمني ويفضل يكلمني كل شويه ومش عارف ايه. اشغلي نفسك بجد، اشغلي نفسك. البنت لما بتبقى، اشغلي نفسك باي حاجه. يعني انا حتى في الفتره دلوقتي اللي انا ما عنديش فيها فول تايم جوب، بشتغل فول تايم، بشغل نفسي باي حاجه. بشغل نفسي ان انا ابقى بعمل اي حاجه غير ان انا احط دماغي مع الراجل اللي معايا. فاول حاجه انه يبقى شخص طموح، ويبقى بيحب شغله، ويبقى عايز يكبر في شغله، وشايف الفيجن بتاعت شغله، شايف هو رايح على فين، شايف هو عايز يعمل ايه. دي بجد حاجات بتفرق وبتحسس الست بالامان، بتحسسك بالامان جدا. بتحسسك ان انتي عارفه ان الشخص اللي معاكي ده حتى لو وقع، حتى لو حصل له ظروف في الشغل، حتى لو حصل إيه، انتي عارفه ان الشخص ده هيعرف يطلع منها، وهيعرف يقوم، وهيعرف يلاقي شغل. لانه بجد اكتر حاجة بتحسس الست بالامان هي ان الراجل اللي معاها يبقى مستقر، ويبقى مستقر مش استقرار مادي على قد ما هو استقرار في شغله، واستقرار في حياته، وعارف هو عايز يعمل ايه. وتيجي برضو حاجة مهمة قوي، انا في حاجة بيزك برضو ما اتكلمش عليها في الاول، وهي انه يبقى بيصلي ويبقى عارف ربنا. دي بيزكس، يعني بجد بيزكس. ما تروحيش بقى تاخديلي واحد، انا اسفه، بيشرب مش عارف ايه وبتنيل في حياته وما بيصليش وتقولي اصل انا هصلحه. ما بنصلحش حد. نو. بجد ما بنصلحش حد، وبنساله كده انت بتصلي ولا لا، بيصلي الفروض الخمسه ولا لا، بيقرا قران، عارف ربنا، هيتقي ربنا فيا. راجل عارف ربنا، يعني عارف ان هو هيتقي ربنا فيا. وبرده مش التدين ده اللي هو بقى تدين، يعني فاهمين قصدي، بس قصدي التدين المناسب ليا. كل واحد بقى على حسب هو شايف التدين ده ازاي، بس اهم حاجه ان هو يبقى عارف ربنا، ان هو في مرجعيته ربنا، ان هو عارف ان هو مش هيأذي الست اللي قدامه دي. فدي كده ده بيزكس، يعني احنا بنتكلم كده في اساسيات ازاي نختار البني ادم. برضو حاجة من الحاجات اللي كنت بقول لكم عليها هي الأمان المادي. إن أنا أبقى مختارة شخص في مستواي المادي ومستواي الاجتماعي ومستواي التعليمي، ده مش عيب. ومفيش حاجة اسمها ليه، هقولك ليه. لأنك فكري إنه أنا الشخص ده لو هو لا ولا هو مستواي، ويفضل على فكرة في الراجل إن هو يبقى مستواه المادي والاجتماعي أعلى من الست، ده كمان أفضل. فليه؟ عشان الست
مش بيملى عينها لو الراجل اقل منها. مش هتعرفي تعيشي نفس المستوى اللي انت عايشة عليه في بيت اهلك مع راجل هو مش عارف اصلا الحاجات اللي انت عايشاها في بيت اهلك ومش عارف قيمتها، مش عارف اصلا ان الحاجات دي انت بالنسبه لك دي حاجات عاديه، هو بالنسبه له دي حاجات اكسترا. فانت في الاول لا وهضحي وهاجي على نفسي وانا عادي ومش فارق معايا وكده، بس صدقيني بيفرق. صدقيني لما يتقفل عليكوا باب واحد كل اللايرز الطبقات دي بتبان، كل الحاجات دي اللايف ستايل اللي انت عايز تعيشي فيه والمستوى اللي انت عايزه تعيشي فيه. مش لازم هاي ستاندردز، بس حتى لو انت المستوى ده عملتيه لنفسك ما تتنازليش عنه. مش لازم يبقى يعني في كلمه بتستفزني جدا اللي هي بتاعت تعيشي عيشه اهلك. انا الكلمه دي بتحرق دمي بتحرق دمي بتحرق دمي، ولما راجل بيقولها بيحرق لي دمي اكتر واكتر. يعني ايه عيشي عيشه اهلك؟ يعني لو انا بقى مش عايزه اعيش عيشه اهلي افضل طول عمري عايشه في العيشه دي؟ يعني هو ربنا خلقنا عشان نفضل يعني كما يعني هكذا وجدنا اباؤنا؟ ده الكفار، ده الجاهليه هم اللي كانوا بيقولوا كده. لكن يعني انا خلاص بقى لا، انا اعيش عيشه اهلي عشان آه انا مضطره اكمل على كده؟ لا. لو انا اشتغلت على نفسي واشتغلت وعملت فلوس وسعيت وطلعت نفسي لمستوى اجتماعي اعلى من اللي اهلي عايشين فيه، حقي جدا ان انا اطلب حد في نفس المستوى الاجتماعي ده. حقي جدا ان اطلب حد في نفس المستوى المادي بتاعي. حقي ان انا اطلب حد على نفس ليفل الطموح بتاعي. يا ستي مش في نفس المستوى الاجتماعي، بس احنا الاتنين اشتغلنا وحطينا نفسنا في حته معينه، في بوزيشننج معين، في حته معينه في المجتمع، فقررنا ان احنا عايزين نعيش في الليفل ده عشان احنا الاتنين عايزين نطور من نفسنا. بس ما تسمحيش لحد ان هو يقولك عيشي عيشه اهلك. واللي يقولك عيشي عيشه اهلك قولي له لا انا مش عايزه اعيشها. لو انت مش عاجبك العيشه اللي انت عايشاها دلوقتي ونفسك انك تطوري منها، ربنا ما قالناش ان احنا نفضل كده. ما ربنا خلق ليه ان احنا نتطور، وخلق ليه ان احنا لو كده بقى كان الانبياء اللي كان بيبقى اهلها كفار كانوا يعيشوا عيشه اهلهم. ف وانا مش بقول ان يعني اهالينا، بس قصدي انه لو انا عايزه ابقى في حته احسن في الحياه انا مش ملزمه ان انا افضل في حته معينه عشان حضرتك شايفني لا ان انا افضل في الحته دي. ف... فدي برضو حاجة كمان، ما تتغاضيش عن الحاجات اللي بتشوفيها في فترة الخطوبة، اللي هي منها بقى ان هو بيتحكم فيكي، ما بيرضاش يخليكي تنزلي، ما فيش ايه في حاجات كده مش مفهومة بالنسبة لي. يعني ايه ما بيخليش ان انا اقابل صحابي، ما بيخليش ان انا انزل من صحابي، بيقول لي انزلي وما تنزليش من البيت، ايه تاني، حاجات كده يعني بجد كبرنا بقى، يعني عقلنا وبقى في سوشيال ميديا وبقى في وات. مش من حق اي حد يتحكم فيكي بجد، مش من حق اي حد ان هو يتحكم فيكي، بالذات بالذات لو مش متجوزين. يعني لا متجوزين ولا مخطوبين وبيتحكم فيكي، يعني اقول لك ايه بقى، طلعتيني عن شعور، طلعتي شيماء الهاديه عن شعورها. ما بنعملش كده ليه؟ يعني ليه مين ده اصلا، مين في حياتنا عشان يتحكم فينا؟ فما تسمحيش لحد ان هو يتحكم فيكي، لانه ده راجل ناقص. يعني راجل عايز يقلل منك وعايز اللي خايف عليكي فعلا. هيقولك طمنيني لما تنزلي، خلاص كلميني، طب هتقابلي مين، طب تمام هو عارف الشخص ده. فده كده حد في فرق ما بين ان هو خايف عليا وفي فرق من ان هو عايز يتحكم فيا عشان يخليني بس انا محتاجه للشخص ده. هو شخص ناقص ومخليني بس انا عايزه افضل محطوطه في الحته دي وانا محتاجه للشخص ده ومعرفش في الدنيا غيره، ولا يوم بقى ما يسيبني احس ان انا ماليش حد، مش عارفه اتعامل مع حد اصلا. فما تسمحيش لحد ان هو يتحكم فيكي، ما تسمحيش لحد ان هو اوعي حد يمد ايده عليكي، اوعي حد يمد ايده عليكي. ويوم ما حد يمد ايده عليكي، انا عارفه ان في بنات اتعرضت لده في بيوتها من اهاليها. ما تسمحيش ان ده يحصل فيكي كمان لما تتجوزي ولا لما تبقي مع بني ادم. يعني ما تسمحيش ان ده يتكرر تاني في حياتك. لو ده حصل فيكي وسبب لك تروما وسبب لك ان انت متضايقه وسبب لك ان انت ده مش عايزه تشوفيه تاني، ما تكرريش ده تاني، ما تكرريش ده تاني في نفسك وفي عيالك، وما تكرريش ده تاني في حياتك. ما يبقاش ده الطبيعي ان الستات بتتعنف، ما يبقاش الطبيعي ان انا بتضرب، ما يبقاش الطبيعي ان هو بيعلي صوته عليا وبيهزقني وبيشتمني. ده مش احترام، ولا دي العلاقات الصحيه. العلاقه الصحيه ما بينهم احترام، وما بيننا ان احنا بنعرف نكوميونيكيت مع بعض، وما بيننا ان احنا بنعرف نتكلم مع بعض مهما اشتدت لهجه الخناق. احنا عارفين ان في ليميت معين احنا بنحترم بعض فيه، وعارفين ان احنا بنعرف نتكلم في الخناقه دي لحد ما نفضهم. لكن المد الايد، التعنيف، الشتايم حتى اللفظيه مش مسموح. مش مسموح ان حد يعمل معاكي كده، ما تسمحيش لحد انه يعمل معاكي كده. ولو بجد يعني
لو ايه بالذي، لو انت بجد لسه ما اتجوزتيش وبيحصل العلامات دي في الخطوبه، بتلاحظي الحاجات دي بتحصل، بتلاحظي ان هو بيتعصب قوي، بيخرج عن شعوره، بيطول لسانه، لا، ما تكمليش على الوضع ده، ما تكمليش على حد بيعمل معاكي كده. حاجه كمان ان الشخص يبقى بيزقك انك تطلعي لقدام، يعني بيزقك انك تبقي شخص احسن، شخص احسن بقى، شخص ان يور فيمينين اكتر، شخص احسن في شغلك، بيدعمك، عايز يشوفك مبسوطه، عايز يشوفك ان انتي بتلمعي، عايز يشوفك شخص احسن، عايز يحسن منك. دي كلها حاجات بجد بتبقى مريحه قوي للست. طب شيماء ما انا ما لقيتش ده، فخلاص بقى ما لقيتش ده، فهاخد اي حاجه. ما بناخدش اي حاجه، ما بناخدش اي حاجه، والله العظيم انك ما انا مش عارفه، هموت انك ما تتجوزيش يا ستي، ولا تتجوزي متاخر، احسن من انك تتجوزي وتجيبي عيل وتلاقي نفسك محطوطه في حيطه سد وتضطري ان انت تتطلقي، ولا تضطري ان انت تكملي عشان معاكي عيل. يعني احنا بنعيش حياتنا مره واحده، وانت لسه على البر، ولا لسه عندك 19 20 سنه، البنات اللي بتشوفني لحد 25 سنه، تمام. انا اصلا بشوف ان البنت ما تتجوزيش قبل 25. يعني ما كبرناش، ما عدناش بتجارب، ما عشتش حياتي. يعني انا بقول لنفسي على فكره، انا كشيماء بقول لنفسي الحمد لله ان انا عملت تجارب في حياتي، او اللي هو بقى سافرت ورحت واتعلمت وجربت خبرات مختلفه، واتعرفت على ناس مختلفه قبل الجواز، عشان انا لما جه الجواز برضو في حاجات كتيره قوي ليميتيشنز مثلا ما عرفتش اعملها بعد الجواز. فمتهيألي لو انا ما كنتش عملت ده قبل الجواز كنت هندم، لانه انا عايزه ان انا يبقى عندي شخصيه، عايزه ان انا يبقى عندي حياه. في بنت ممكن يبقى فعلا هي مرتاحه انها انا عايزه اتجوز واقعد في البيت، وانا يعني انا في مرحله في حياتي انه انا ما عنديش مشكله خالص ان انا افضل قاعده في البيت شويه، او ان انا عايزه اريح عشان اشتغلت كتير قوي، او كل الكلام ده، بس يبقى انت عندك كده حاجه اللي هو انت مسنوده عليها، وحسبتي كل حاجه بعقلك. يعني انا مش ضد فكره انك تتجوزي، عشان بس تبقي فاهمه، انا ضد فكره ان احنا نختار اي حاجه، ان احنا نتجوز اي حاجه والسلام. يعني لازم اشغل عقلي، الحب لوحده مش كفايه، لازم ابقى انا والشخص ده عارفين نتكلم كاننا صحاب. جماعه فكره ان احنا صحاب دي حاجه مريحه جدا، حاجه ان احنا الاتنين صحاب مع بعض، انا وانت بنتكلم في اي موضوع، مش مضطرين نخبي عن بعض حاجه، احنا الاتنين عاقلين بيتكلموا مع بعض. دي حاجه بجد بجد من احسن الحاجات في العلاقات. عايزه اقول لكم على كتاب اصلا ماي ثيرابيست هي اللي كاتباه، دكتور شاهندة خليل، برضو بيتكلم عن الحب والعلاقات وكده. استنوا هقول لكم على اسمه. الكتاب اسمه إحياء الحب، وهو بيتكلم على واحدة من الحاجات الكور في العلاقات، اللي هي الأساسيات في العلاقات، إن انتوا تبقوا صحاب، اللي هي الصداقة. دي حاجة بتقوي العلاقة. لكن لو انت بتخافي منه ومش بتعرفي تتكلمي معاه، ومش بيفهمك ومش بيفهم أحلامك، وبيقلل منك وبيقلل من شكلك، وبيقارنك ببنات تانية، وبيقولك بصي دي حلوه، ودي بصي دي بنت اكتر، وبصي دي جسمها عامل ازاي عشان خاطر انتي مش بنت قوي كده، وبصي دي مش، ده ما بيحبكيش، وده بني ادم عايز يهدك، وده بني ادم عايز يخليكي ان انتي تكرهي نفسك. وانا عارفه انه صعب تطلعي من علاقه بالشكل ده، بس اقوي واشغلي نفسك، بس اوعي تكملي مع شخص او تختاري شخص لمجرد اهي جوازه والسلام. اختاري حد بجد تحسي ان انت تتسندي عليه. ارجع اقول لكم تاني، فكره ان انا ابقى مع شخص في بيت واحد كجواز، مهما كنتي اصلا عارفاه وكنتوا بتحبوا بعض، اول سنه جواز دي بتكون من اصعب السنين، وبتبقى انتوا بيبقى في ما بينكم خناقات، وبيبقى في حتى لو انتوا عارفين بعض وكوميونيكيتد وكل الكلام ده، ما بالك بقى لو انتوا اصلا ما كنتوش اتكلمتوا في الكلام ده، او انتي يوتستد اختبرتي الشخص ده في الخطوبه واختبرتيه قبل الخطوبه، وشفتي هو الشخص ده اللي انتي عايزاه ولا لا، وابقي صريحه في اسئلتك. انا ده اللي محتاجاه، ده تمام تمام. امال احنا ليه يعني جواز الصالونات، او ان انا حتى لو حد مش هتجوزه صالونات، بس بساله انا عايزه كذا، انت ده مناسب معاك، انا لايف ستايل حياتي كذا، انا ده اللي انا عايزه اعيشه، ده اللي انا عايزه اربي عيالي عليه، ده اللي انا عايزه اعمله، ده اللي انا عايزه ابقى بشتغل انا. طب الشغل مثلا انت مناسب معاك ان انا اشتغل من البيت، ولا مناسب ان انا هايبرد؟ طب انا كمان ده مناسب ليا.
نتكلم في كل حاجة بصراحة، مش عيب، مش عيب، ما ياخدناش فكرة ان احنا الحب الافلاطوني ده مش ده اللي بيتبنى عليه البيوت. البيوت بتتبنى على المودة والرحمة. ولما جيت قريت على المودة والرحمة دي يعني ايه، المودة دي هي التعاملات اليومية اللي فيها حب من الطرفين، بس الحب ده مش الحب بقى بتاع الديتس والكلام والورد والكلام ده، لا، اللي هو الحب ان انا عملت النهارده اكله حلوه، هو جاب لي حاجه وهو جاي لحاجات البيت، اللي هو مثلا شال حاجه انا ما كنتش قادره اشيلها. دي اللي هي الموده. الرحمه ان احنا نتغافل عن اخطاء بعض، ان احنا نعدي لبعض، ما نقفش لبعض على الواحده. بس ده في الجواز، ده في لما يتقفل علينا باب. طول ما اتقفلش علينا باب، من حقك انك تقعدي تحطي رجل على رجل وتختاري. ولو ما فيش دلوقتي رجاله بالكواليتيز دي، لا هو فيه. وحتى لو هم دلوقتي يا ستي قالين في شويه ندره في الموضوع، احسن لنا ان احنا نبني حياتنا، احسن لنا ان احنا نعتمد على نفسنا، احسن ما نبقى مع ناس ما نقدرش نعتمد عليها، ونبقى حياتنا كلها جحيم عشان احنا اخترنا غلط. عشان صدقيني الموضوع اكبر بكتير قوي من ان هو قصة حب، واكبر بكتير قوي من ان هو جوازة والسلام، واكبر بكتير قوي ما اصلا انا صحابي كلهم اتجوزوا وانا لسه، واكبر بكتير قوي ما اصلا انا عايزة البس الفستان. يعني ما نبقاش دماغنا صغيرة. الحاجات دي كلها حلوه. وانا عارفه فكره ان الناس تبقى حواليكي كلها اتخطبت. يعني انا في شلتي انا كنت فاضل انا وصاحبتي اخر ناس، يعني هي اتخطبت وانا اتجوزت، احنا اخر ناس. وكان اللي حواليا كلهم اتخطبوا واتجوزوا. كنت كل ما اروح فرح عقبالك مش عارف ايه فلقيت مثل حلو قوي للبنانيين بيقولوا اللي هو عقبالك وقت ما يبقى، يعني وقت ما ايه، ما على بالك، يعني وقت ما يبقى الجواز على بالك. ف... فلا انت بتختاري، واحنا ما بنتجوزش اي حد والسلام، وبنتجوز الحد المناسب لينا. ولو حد انا مش شايفاه مناسب عادي. أم، هاتي لنفسك الحاجات اللي نفسك فيها، اتبسطي، عيشي حياتك، روحي كلي في الاماكن اللي نفسك تاكلي فيها، روحي الاماكن اللي نفسك تروحيها. طالما ما بتغضبيش ربنا، طالما بتراعي ربنا، طالما ما بتعمليش حاجة تغضبي بيها ربنا، او تعملي حاجة تكسر الثقة بتاعت اهلك. جربي حاجات واعملي حاجات وادعي ربنا كتير قوي ان ربنا يرزقك بالزوج الصالح اللي يتقي ربنا فيكي. وحطي ليست بايه الحاجات اللي انت عايزاها. مش لازم اللي انا قلته ده يبقى هو ده المين. بس دي اكتر حاجات انا كنت عايزه اتكلم معاكم فيها من قلبي. يعني اكتر حاجات كنت عايزه اقولك لا خلي بالك، عشان بشوف بنات كتير قوي بتتنازل. مره عملت فيديو على تيك توك على الموضوع ده، كلوني في الكومنتس علشان بقى ما هو انت اتجوزتي ونسيتي وانت مش، لا لا خالص، لا خالص، ومحدش يعرف انا مريت بايه. ولا انا بقول لكم الكلام ده ليه. عشان كده بقول لكم انا جايه اقول لكم الكلام ده من اختكم الكبيره. لان انا كان حق، يعني كان بيتقال لي انت ما تستاهليش، كان بيتقال لي من ناس تانية انت مش حلوه، انت مش شبه البنات، انت اصل انت عمليه قوي، بتحبي شغلك قوي. بجد كلمه انت ما تستاهليش دي اتقالت لي، وصدقتها في فتره من الفترات ان انا ما استاهلش. لحد ما ربنا بيرزقك بالشخص اللي يوريكي انك تستاهلي، وان هو تستاهلي يعمل كل حاجة عشانك. فانتي تستاهلي. ولو حد بيقولك انتي ما تستاهليش، ولا ده اخرك، ولا ده الماكسيمم اللي انا اقدر اديهولك، ولا هو ده السقف، ولا عيشي عيشة اهلك، ولا الكلام ده، ما تقبليش بالكلام ده، وما تقبليش بحاجة انتي مش عايزاها، وما تخليش حد يفهمك حاجات عن نفسك مش صح. وبس كده. بحبكم قوي. اقروا الكتاب اللي انا I recommended النهارده، احياء الحب، هيعرفكم اكتر عن العلاقات الصحيه بتبقى عامله ازاي، ازاي يبقى في اتنين ما بينهم علاقه صحيه. وبحبكم قوي، واشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. خلي بالكم من نفسكم، اختاروا صح. ما تسمحيش عشان خاطري ان حد يمد ايده عليكي، او حد يعنفك، او حد مهما كان، مهما حصل، مهما كانت الظروف، ما تسمحيش لحد ان هو يعمل فيكي كده. انتي ما تستاهليش كده. وبس كده بنات. يلا اشوفكم الاسبوع الجاي. ومتنسوش تعملوا لي سبسكرايب، وتعملوا لي فولو على انستجرام، وفولو على تيك توك، وتقولوا لي رايكم في الفيديو. باي باي.